في أحد الأماكن المعزولة كان يوجد هناك فتاة تدعى هاكازي، والبنت ديت بقى هي أقوى شخص في عشيرتها بالكامل. الله، طب طالما هي مهمة كده أمال ليه تم احتجازها؟ وبيتضح لينا إن اللي احتجزها هو شقيقها واللي يدعى سلمون. طب هو ليه تم احتجازها؟ وليه أخوها عمل كده؟ وهل هي هتقدر تهرب من مكان معزول زي ده ولا هتموت فيه؟ كل ده وأكتر وهنشوف في حكاية اليوم. ولكن قبل ما نبدأ لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى، وانزل اعمل لايك واشتراك وكومنت عسل زيك كده. وبدون إطالة هيا بنا نفهم ماهية تلك الحكاية. ننتقل الى سلمون، واللي بيقول ان طالما هاكازي محبوسه فاحنا هنقدر ننفذ خطتنا على اكمل وجه ومفيش حد هيقدر يمنعنا. بس سيبك من هاكازي وخلينا بقى نتعرف على بطلنا شينو، وهو طالب عادي بس كان مشهور شويه في المدرسه، وكل البنات كانوا عارفين ان هو عنده حبيبه فمحدش فيهم كان بيحاول يقرب له، وكل الناس كمان كانوا عارفين ان شينو عنده صديق مقرب يدعى سون. لكن سون ما جاش المدرسه بقاله فتره كبيره، وواحد من المدرسين بيسال شينو اذا كان يعرف هو فين، وشينو قال له ان هو مش متأكد من مكانه بس هو عارف ان سون ما ماتش وان هو اكيد يعني عايش في مكان تاني. واثناء العودة لمنزله شينو تعرض للسرقة من 5 بلطجية. طبعا لوحده ما كانش يقدر يواجه 5، بس ايام ما كان سون موجود الاتنين مع بعض كانوا يقدروا يهزموا 15 بسهولة. واخت سون الصغيرة كانت حذرت شينو كذا مرة ان هو ما يدخلش نفسه في خناقات اخوها. هي كانت شايفاه ان بما ان شينو بينقذ سون دايما من المشاكل فده اللي بيخليه يكمل في الخناقات بتاعته. وبعد كده شينو راح يزور مقبرة عيلة سون، وكان عنده امل يشوفه هناك، بس بدل كده قابل بنت تدعى ياماموتو وسالته عن علاقته بسون. بعدها قربت منه وطلعت مسدس وهددته بيه، وقالت له ان خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان في شخص في سنك كده ظهر في منطقتين ممنوعين، والشخص ده انقذ بنت، ولما اتسال عن اسمه قال ان هو اسمه سون. شنو ما كانش مصدق ان سون ممكن يساعد حد، بس لما عرف ان هو انقذ بنت كان عندها 15 سنه فهم السبب. سون زمان كان بيحب اخته الصغيره ايكا جدا، فلما شاف حد شبهها ما قدرش يتجاهل الموضوع، والسبب ان هو بيقول كان بيحبها هو ان ايكا دلوقتي اصبحت من الموتى. واللي حصل بقى ان من فتره مش بعيده احد اللصوص دخل بيت سون، وايكا هي اللي كانت الضحيه. سون كان غضبان جدا ان بعد 10 شهور كاملين الشرطه لسه ما وصلتش لاي خيط يوصلوا به للقاتل. سون كمان كان شايف ان هدوء شينو سابه ان ايكا ما كانتش بتحبه. سون ما كانش متقبل الواقع، كان مصمم يلاقي القاتل ويعاقبه بنفسه. ولما ياماموتو شافت ان شينو ما يعرفش اي حاجه كانت هتخلص عليه، لكن فجاه مجموعه من الفراشات ظهرت وده خلاها توقف. شينو استغل ده وضرب ايد ياماموتو ووقع المسدس منها، لكن بيتضح ان هي كان معاها مسدس تاني في الشنطه. وفي اللحظه ديت سون ظهر فجاه وضرب ياماموتو في وشها وانقذ شينو. ياماموتو اتصدمت وسحبت المسدس بسرعه وحاولت تخلص على سون، بس ده كان عنده حاجز واقي صد جميع الرصاص. ساعتها فهمت ان سون قابل ساحره واكتسب قوه سحريه منها. سون كان عارف ان ياماموتو شغاله مع الحكومه وان هي كانت عايزه تنتزع منه معلومات بالقوه، وطبعا هو مش هيوافق على ده، هجم عليها وصد كل رصاص بسهوله، واخيرا بيقدر يوقعها مغمى عليها. سون كان عارف ان شينو عنده اسئله كتير، بس في الوقت ده قال له يفضل ساكت شويه. سون قال له ان المدينه ديت خلاص مفيش امل في انقاذها. شينو وقتها لاحظ واحد واقف في نص الشارع متجمد وبيبدا يتحول واحده واحده لتمثال من المعدن. سون شرح له ان ده مرض يدعى مرض الحديد الاسود، ظاهره خارقه بتحول اي كائن حي المعدن. الحكايه ديت حصلت قبل كده في 3 اماكن، والحكومه حاولت تغطي على الموضوع، بس الموضوع كان اكبر من كده بكتير. وشينو كان في امان لان وقت ما المرض ده وصل لاقصى حاجه كان قريب من سون، وطبعا السحر اللي مع سون قدر يحميه. والمرض ده اصله عشيره كانت عايزه تستخدم السحر علشان طموح غبي، وعلشان يوصلوا لقوة مهيبة حاولوا يصحوا حاجة ممنوعة، ومرض الحديد الاسود هو البداية فقط. واول ما الحاجة ديت تصحى بالكامل العالم كله هيتقلب، والوحيدة اللي تقدر توقف الكارثة ديت كانت ساحرة تدعى هاكازي، وديت بقى هي البنت اللي قابلناها في الاول. سون كان قابل هاكازي وبدأ يتحرك نيابة عنها علشان يمنع الكارثة ديت من انها تحصل، والاتنين كانوا عملوا عهد سوا، ومضمون العهد ان سون يقاتل مكان هاكازي، وهي بدورها هتبحث عن الشخص اللي قتل اخته. وبنرجع فلاش باك من شهر لما سون لقى ازازه فيها دميه خشبيه، وهاكازي كانت بعتة فيها رساله مضمونها العهد، وسون هو اللي وافق عليها. وهاكازي كانت لسه قادره تعيش على الجزيره، ودلوقتي سون بنفسه هيلاحق الشخص اللي قتل اخته ويتعامل معاه. سون طمن شينو وقال له ان هو مأمن اهله وحبيبته فمفيش داعي ان هو يقلق. اما بقى الكائن اللي بيطلع من البحر ده كان جزء من الحاجه اللي لازم يواجهوها، حاجه ضخم جدا ملفوف بسلاسل طالعه من الميه. سون كان دايما عارف مين هي حبيبه شينو، وكان عارف كمان ان شينو وحبيبته الاتنين كدابين، لان هما دايما كانوا بيتخانقوا وبيتصافقوا انهم مش طايقين بعض. وبيطلع ان حبيبه شينو هي ايكا اخت سون. في
اللحظة ديت الحجر اللي في البحر صحى وفتح عين عملاقة، وسون شوح ان العين اللي في البحر هي جزء من الكيان اللي عشيرة هيكازي حاولت تستدعيه، والاجزاء ديت كانت بتظهر في كل حتة في البلد وبتتحرك واحدة واحدة علشان تتجمع في مكان واحد، ولو اتجمعوا كل العالم هيضيع. وبعد كده الاتنين وصلوا للمكان اللي كل حاجة بدأت فيه وهو بيت سون. هكذا طلبت من سون يروح نفس المكان بالظبط اللي حصلت فيه جريمة القتل، واول ما دخلوا هكذا سألت فاضل كام أداة سحرية، ولان شون ما كانش فاهم دي معناها ايه فسون شوح له ان ديت ادوات هكازي كانت سايباها له. الادوات ديت تقدر تستخدم السحر، بس عيبها الوحيد انها ليها عدد استخدامات محدد، وحسب كلام هكازي الادوات ديت كانت سلاحهم الوحيد ضد سالمون اللي نفاها على الجزيرة. وسون غوص خنجر في الارض وده سمح لهكازي تستخدم سحرها. بعدها سون قال لشينو يمشي في اسرع وقت واداله قطعتين سحريتين يحموهم من مواد الحديد الاسود، وقال له ان هو لو اتزنق يقدر يستخدمهم للانتقال. وسون كان شايف ان شينو لازم يفضل مع اهله، ولو شاف اي فراشات في اي مكان يبعد عنها. الفراشات كانت بتظهر كل ما عين جديده بتكون على وشك انها توصل، وشينو كان ماشي بالعافيه وكان عارف ان سون مش ناوي ينقذ العالم، هو كان عايز ينتقم لاخته وبس مش اكتر من كده. ولو علشان الانتقام سون كان مستعد يحطم العالم كله، علشان كده شينو اتاكد ان هو ما ينفعش يفضل لاي علاقه بسون. شينو رجع للبيت علشان يلم حاجته استعدادا للسفر، بس لحد دلوقتي مش قادر يتواصل مع اهله. في نفس الوقت ياماموتو لاحظت ان شينو لسه سايب بيته، اما سون فكان فرحان جدا لان اللحظه اللي استناها اكتر من سنه اخيرا وصلت. واثناء ما شينو ماشي شاف جثث البلطجيه اللي كانوا علموا عليه قبل كده. المهم بيبدا ياخد حاجته منهم، بس فجاه ياماموتو بتوصل واتهمته ان هو شخص مش سالك لان هو بيسوق من الموتى، وبعدها طلبت منه يقول لها مكان هكازي فين. لكن شينو لمس واحده من ادوات هكازي السحريه وانتقل فجاه من المكان، وده خلى ياماموتو تسيبه. بعدها رجع تاني بالانتقال علشان ياخد حاجته وبيجوا على مدرسته علشان يستخبى، بس ياماموتو قدرت تتعقبه واطلقت عليه النار. شنو استخدم موبايله علشان يعرف مكان ياماموتو. في نفس الوقت سون لسه ما كانش لاقي اي خيط، وهكذا ما كانتش فاهمه ليه. وفجاه قابل شخص ساله هو ليه لسه موجود هنا، وسون رد عليه وسالوه لو هو واحد من كلاب سالمون. الشخص ده اندفع وهجم عليه، بس سون انتقل بعيد عنه، والشخص فهم ساعتها ان سون اخذ من سحر هكازي. ولما سون قال لهكازي ان هو شخص ماسك رمح، وقتها فهمت ان هو شخص يدعى سو، وهو شخص خطير جدا. ومع ان هكازي قالت له ان هو ما يقتلوش دلوقتي، لكن سون هجم عليه. في نفس الوقت ياماموتو دخلت المدرسه ونشرت غاز سام في المكان كله علشان تجبر شينو يطلع، بس اول ما شينو ضربت سلاحه برجليها وحاولت تسيطر عليه، لكن شينو نقلها فجاه في الهواء ووقعوا هما الاتنين. شينو استخدم تعويذه حمايه علشان ينزلوا بسلام، وبعدها اقترح عليها ان هما يتحالفوا. وفي نفس الوقت سو رجع لسالمون وبلغه ان في حد بدا يتواصل مع هكازي. سالمون قال لسو ان هو لازم يمسك سون حي، وفي نفس الوقت ياماموتو حذرت شينو ان هو يتعامل مع سون، وقالت له ان سون شخص مجنون مهووس بس بالانتقام لاخته. وقتها شينو بيقول ان حب الايكا اقوى ب1000 موه من مشاعر سون ناحيتها، ومع كده ما كانش ناوي ينتقم لان مهما عمل ايكا مش هترجع من تاني. وبدل ما يشغل باله بالانتقام لازم يشوف حل في العالم ده، لان حاليا العالم بيتجه ناحيه الهلاك. وعند سون بيكمل قتاله مع سو، بس الفرق في المستوى بينهم كان واضح جدا. وفي النهاية ومع عدم وجود أي اختيار تاني سون بيهرب من المكان، وسون بيلوم هكازي على القوة المرعبة اللي عند سو، بس هي فكرته إن هي كانت حذرته من الأول وإن سو هو ساحر حقيقي مش واحد بيستلف سحر زيه. وأثناء ما كان بيخلع بيقابل شينو بالصدفة، وسون بيستغرب جدا هو ليه لسه موجود هنا، وقبل ما يلحق يعمل أي حاجة سو بيكون ظهر، فبيضطر إن هو يشد شينو ويخلع منه. الاتنين بيستخبوا مؤقتا على سطح عمارة. هكازي نصحت سون إن هو يتجنب المواجهة المباشرة مع سو دلوقتي، بس سون بيعترض وبيقول لها ان هو حتى لو مش قادر يهزم سو ازاي هيقدر يوصل للشخص اللي قتل اخته. هكازي فهمت وقتها انها ما ينفعش تعتمد على سون اعتماد كامل، لان هو كل ما بيقرب من اي خيط بيفقد السيطره على نفسه اكتر. شينو كمان حاول يقنع سون يسمع كلام هكازي لانهم مش هيكسبوا بالانتقال السريع وتعاويذ الحمايه فقط، لكن سون بيقول له ان السحر بيستخدم في العلاج كمان. بعدها شينو بيساله لو السحر ده بيقدر يستخدمه في الهجوم، سون بياكد له الموضوع ده. بعدها بيوم الدميه الخشبيه لشينو وبيطلب من هكازي انها تاخد 3 دقايق وتشرح له السحر. هكازي فهمته ان مفيش تعاويذ هجوميه مباشره، لان السحر في قبيلتها اتصمم اصلا لحمايه العالم، وعلشان كده اغلب التعاويذ دفاعيه او متعدده الاستخدام، زي رمح مثلا كان مدعم بسحر دفاعي بيزود متانته وسرعه الضربه، وده بيخليه سلاح فعال. ببساطه يعني لو هجمت على شخص عادي بدرع هيأذيه اكتر عن ما تضربه بايدك، لكن الدفاع ليه حدود، ولو القوه زادت عن اللازم الدفاع هيتحطم.
علشان تستخدم قوة قبيلتها كان لازم تعمل عقد مع شجرة قديمة جدا موجودة من بداية الزمان، واللي بتعتبر الحاكم الحارس للقبيلة. وكان في شوطين لاستخدام قوة الشجرة. أول شوط هو صوت فرد من أفراد القبيلة، وشينو قدر يستخدمها قبل كده علشان هكذا كانت دعمت جسم وسيط ليه. والشوط التاني بقى هو عرض التضحية. طبعا القبيلة كان ممكن تقدر ان هي تزرع قوة الشجرة في أداة أو جهاز حديث، بس أول لما التضحية تخلص الجسم ده هيتفحم تماما. وعلى الجانب التاني القتال بيكون شغال ما بين سو وسون، وسو بيلاحظ ان سون بقى بيقاتل بجد اكتر، وبيستغرب لو ده علشان حد معاه بيدعمه. وسو بعدها بيضحي بعربية قريبة منه علشان يفعل تعويذة ويهجم على سون. وفي نفس الوقت هكذا كانت لسه بتشرح لشين وهي ليه مش قادرة تستخدم السحر وهي على الجزيرة، وده لان ما كانش فيه اي ادوات حديثة تقدر تضحي بيها، وكل ما السحر يكون اقوى قيمة المعرفة للجسم المضحى بيه لازم تكون اعلى. شينو كان لسه بيحاول يستوعب كل الكلام ده، وفي نفس اللحظة سون كان اتهزم خلاص. لكن اول ما سو قرب منه سون مسك سلاحه بسرعة ودخلوا في قتال قريب، ومع كده سحر الصد دفاعي كان لسه قوي جدا ويقدر يصد سون. هكذا صرخت في شينو ان هو يساعد سون على طول، لان سو اقوى مقاتل في القبيلة، وبالوضع الحالي سو هيقوى اكتر واكتر علشان حواليه كمية كبيرة من الحاجات اللي يقدر يضحي بيها للسحر. بينما سون محدود جدا في النقطة ديت. شينو حاول يلاقي سون، بس في الوقت ده الادوات الدفاعية بتاعت سون كانت خلاص اتحطمت على ايد سون هرب ودخل محل على جنب الطريق، وافتكر وقت ما اخته ايكا كانت بتاخد بالها منه وهو عيان. وايكا دايما كانت مقتنعة ان سون مش شخص ممكن يموت بسهولة، والكلام ده هو اللي خلاه يكمل قتال لحد اللحظة ديت. سون مسك مسدس من جنب قصة قريبة، بس ساب موبايله خلفه وده خلى شينو ما يعرفش يتواصل معاه. وعلى الجانب التاني الجيش دخل على الخط، وكان مخطط يدمر المدينة كلها علشان يعزلوا المنطقة ديت عزل كامل. ياماموتو كانت خلاص وصل لها الخبر ده، وحست ان الحكومة بقت بتتمادى شوية عن اللزوم، وبالفعل بدأوا يفجروا الكباوي اللي بتطلع بره المدينة. في اللحظة ديت شينو سأل هكازي لو في اي سحر يقدر يحيي الموتى. هكازي شوحت له ان السحر معمول اصلا عشان يحافظ على قوانين الطبيعة، وان احياء الموتى مش جزء من القوانين ديت. وقالت كمان ان سون اول ما عرف بوجود السحر ما سألش السؤال ده اصلا، وده معناه ان هو كان فاهم من الاول ان حاجة زي الاحياء مستحيلة تماما. هكذا لاحظت ان شينو باين عليه ان هو بيتمنى ايكا ترجع للحياة، وان هو مخبي حاجة مهمة، بس علشان ما تعرفش ان ايكا كانت حبيبته استغربت جدا. سون بعدها استدرك سو لنفق وبدأ يضرب عليه نار، بس سو صد رصاص زي ما سون كان بيعمل قبل كده، بس ده ما كانش الهدف الحقيقي لسون. هو كان بيحاول يستدرجه ناحية مكان مليء بالبنزين ده علشان يقدر يولع فيه. في نفس الوقت شينو لقى موبايل سون، وبطريقة ما قدر يحدد مكانه. سون لاحظ ان سو لسه سليم وما حصلوش اي حاجة، وسمعه هو بيقول ان ملوش اي سبب علشان يموت هنا. في اللحظة دي دم سون رجع يتحرك في جسمه، وفجأة شينو دخل وهجم على سو ومسك صديقه بسرعة وخلعوا سوا. واول ما خرجوا من النفق صاروخ عسكري ضرب المكان ده خلى سون ينعزل عنه، وشينو شاف ان الكوب اتدمر وخلاص، واستنتج ان ديت اخر منطقة الحكومة هتفجرها علشان يقفلوا المدينة نهائيا. لكن هكذا اتبسطت جدا بسرعة تفكير شينو، وافتكرت ان هو استخدم سحر العلاج علشان يتتبع دم سون. لا وكمان توقع موعد ضرب الصاروخ بالظبط علشان يخلعه. بعدها سو عاد وقال لسلمون ان هو فشل، بس سلمون ما كانش قلقان اطلاقا، وقال ان طالما هكازي مش داخله في الموضوع اكيد هيقابلوا الولدين دول التاني، ولان هم داخلين الموضوع ده من غير قصد فاكيد موادهم هتبدا تخلص قريب. وهنا نكون انتهينا من الجزء الاول من حكاية شينو. وقبل ما تطلع من الفيديو لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى، وانزل اعمل لايك واشتراك وكومنت حلو زيك كده، ويلا سلام.